وفي مصر طبعا احنا ما بنسيبش حاجة في العجل خالص، احنا كل حاجة بتطلع منه بنستخدمها معانا. يعني احنا العجل عندنا الخارج مفقود، مش مولود ابدا، احنا بنستغل كل حاجة فيه، ودي من شطارة المصريين. امال طب ايه اصل اكلة الكوارع؟ شوف حماك اللي عامل لي فيها ابو شقره. اوكي. في مقولتين. المقولة الأولانية بتقول إنها كانت أكلة السلاطين في تركيا، وكانوا بياكلوها الناس الهاي يعني، وبعدين اكتشفوا أهميتها والفوائد بتاعتها، فبدأت تنتقل إلى الشعب ومنها إلى البلاد المجاورة، اللي طبعا برضو ابتدوا يستخدموها أو ياكلوها، اللي ابتدوا طبعا يحسوا بأهميتها، لأنه الطاقة اللي بتجيلهم بعد الأكلة دي خلتها مهمة بالنسبة لكل الناس. بعد ما كانت مهمة للناس البسيطة بس، لا دي كمان بقت مهمة للناس الأغنياء. شوربة الكوارع دي شوربة فولاذية. المقولة التانية بقى بترجعها لعصر الفراعنة، للملك سخم خت. ليه الملك سخم؟ الملك سخم